لو انت شايف ان بياناتك الشخصيه وحدثات الواتساب محميه بشكل كامل من شركات الاتصالات، فالفيديو ده ليك. سيده مصريه مقيمه بالخارج اكتشفت ان خطها، رقم تليفونها، وحدثات الواتساب بقوا في ايد حد تاني. لا وكمان الشخص ده بيبتزها بالمعلومات دي عشان تتنازل عن قضايا كانت رفعها على شركه تانية، وفورا اتوجهت قضائيا مش بس ضد الشخص اللي بيبتزها، لا كمان ضد شركه الاتصالات بحجه اهمالهم في حمايه بياناتها الشخصيه. بس المشكله ان المدعيه ما كانش معاها حاجه تثبت بيها ملكيه الخط، فالمحكمه ندبت خبير عشان يتتبع تسلسل ملكيه الخط. وكان رد الشركه ان مفيش سبيل تقني او فني نعرف منه تسلسل الملكيه، وده طبقا للماده الثانيه من القانون رقم 175 لسنه 2018، واللي بتلزم مقدمي الخدمه بتخزين البيانات لمده 180 يوم متصله. الشركه ادعت ان الخط ده مقفول من اكثر من 6 شهور، بس ما قدمتش ما يثبت ده. وهنا المحكمه شافت ان في اهمال حصل وادى لتسريب بيانات شخصيه كان يجب على الشركه حمايتها، وده طبقا لقانون حمايه البيانات الشخصيه رقم 151 لسنه 2020. وكمان الزم في الماده الرابعه من نفس القانون الشركه المتحصله على البيانات باتخاذ جميع الاجراءات لحمايه البيانات الشخصيه والحفاظ على سريتها. وبناء عليه حكمت المحكمه بتعويض المدعيه بمبلغ 10 مليون جنيه. لسه شايف ان الشات بتاعك وبياناتك الشخصيه صعب الوصول اليها؟ انا حسام حويل وده ليجل كاست.